ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ عارف الفيديوهات مش بتنزل بانتظام، بس قررت اني اعمل جدول هو فيديو كل يوم جمعة. اما قناة الجيمنج هتبقى فيديو كل يوم سبت، في الاجازة هيبقوا فيديوهين في الاسبوع. ولو حابب اتكلم عن حاجة قولي في الكومنتات. قولي بقى، تفتكر هيحصل ايه لو بروس وين في مرة صح لقى نفسه بيتعالج في مصحة ارقام والجوكر هو الدكتور بتاعه؟ لو عايز تعرف انا بتكلم عن ايه كمل الفيديو لحد الاخر، ولو الفيديو عجبك ما تنساش ان اللايك بيساعد، ولو انت لسه جديد في القناة فانا هنا بتكلم عن قصص الكوميكس والمانجا والشخصيات. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. من غير كلام كتير خلونا نبدأ. قصتنا بتبدأ بباتمان وهو بيطارد قضية خطوط الطباشير لمدة سنة كاملة. بيوصل لزقاق الجريمة، المكان اللي بدأ عنده كل حاجة. بيلاقي ولد صغير واقف في هدوء ماسك مظلته. باتمان بيقرب منه وبيكتشف الحقيقة إنها جثة طفل صغير بيتم التحكم فيها عن بعد زي العرايس، وبيبلغ المحقق جوردن. ولكن في لحظة جثة الطفل دي بترفع مسدس وبتوجهه ناحية باتمان بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه متكتف في السرير في المستشفى. بيستغرب، بيخش في حالة هستيرية وبينده بكل قوته على ألفريد، لكن اللي بيرد عليه واللي بتكون الصدمة إنه الجوكر بابتسامة غريبة على وشه. الجوكر بيقول له أهلا بيك يا بروس وين، أخيرا رجعت لنا. بروس بيقول له أنت عملت فيا إيه؟ الجوكر بيرد وبيقول له اهدى يا بروس، أنت لأول مرة من سنين أنت مش مخدوع. إحنا جربنا كل أنواع العلاجات لكن دواء جديد اسمه هيليكس شركة عيلتك هو اللي قدر يعالجك. أنت هنا معانا في مصحة أرقم، معانا في الواقع. أنا طبيبك دكتور رادموند هو، وبعالجك هنا في مصحة أرقم بقالي 20 سنة. بروس بيسمع الكلام ده وبيحس إن عقله هينفجر. بروس بيقول له في صدمة لأ، دي أكيد خدعة، دي نكتة من نكتك المريضة والبايخة. لكن دكتور هو مصر على كلامه. باتمان بيزيد في هياجه وبيضطر الدكتور هو إنه يستدعي ألفريد، وفعلا بيوصل وبيخش الأوضة وهو فرحان وبيقول لبروس إنه فرحان جدا إنه فاق وقريب هيرجع البيت. بروس بيسأله بارتباك تقصد إيه؟ وهنا ألفريد بيقول حاجة غريبة جدا. بيقول له محدش بيلومك يا سيدي على اللي حصل، كنت فاكرك عارف إنك أنت اللي قتلت والديك من 20 سنة. هنا بروس بيزعق بطريقة هستيرية. ألفريد بيفتح الستارة وهنا بتكون الصدمة. بروس بيشوف كل أعدائه، بينجوين، تو فيس، ريدلر، كلهم مرضى في المصحة. ألفريد بيقوله إن كل ده مجرد خيال هو صنعه عشان يهرب من صدمته، وإنه خلق كل ده في خياله المريض وسمى نفسه باتمان، وإنه لازم يواجه الحقيقة دي عشان يخرج من هنا. بعدها بروس بيلاقي نفسه في زنزانة مبطنة، بيحاول يلاقي أي مخرج، أي دليل إن ده مش حقيقي. بيلاقي شرخ في الحيطة ولما بيبص منه بيلاقي كهف باتمان، بس كل حاجة فيه بتبقى مجرد لعب أطفال. تمثال الديناصور، العملة المعدنية، مجرد لعب. كل حاجة بتقول إنه مجنون. تاني يوم ألفريد بيزوره وبروس بيحاول يكون منطقي وبياخده على قد عقله ويسأله إزاي أنا بعرف أتكلم لغات مختلفة وأساليب قتال. ألفريد بيكون عنده رد لكل أسئلته وبتكون ردود منطقية. بيقول له إن اتعلم كل الحاجات دي، اتعلم القتال من مدرب الجمباز اسمه الغول، واتعلم اللغات من مدير المكتبة الأستاذ إليو. كل اسم عدو في حياة باتمان كان بيتحول لاسم شخصية عادية جدا. هنا بروس بينفجر، بيبقى مش قادر يقتنع وبيبدأ رحلة هروبه المجنونة. بيتسلق طابق المصحة وبيضرب أي حارس أو عامل بيحاول إنه يوقفه لحد لما بيوصل لسطح المبنى وبيتحاصر. ألفريد بيظهر وبيطلب من الحراس إنهم يسيبوهم لوحدهم وبينهي كل حاجة. بروس بيقول له أنا عارف إن كل ده خدعة، بس ليه بتعملوا فيا كده؟ ألفريد بيقول له مفيش حاجة فاضلة بره، العالم اللي أنت فاكره ما بقاش موجود. مهمة باتمان خلصت خلاص، كل حاجة اتدمرت. بروس بيلاحظ إن نبضات قلب ألفريد بقت غريبة وبيطلب منه إنه يوريه وشه الحقيقي. ألفريد بيضغط على زرار والتكنولوجيا اللي كانت على وشه بتختفي وبتكشف عن راجل عجوز جدا أكبر بكتير من ألفريد. وهنا ألفريد بيقول الحقيقة الكاملة. أنا آسف يا سيدي، أنت مش بروس وين الأصلي، أنت مجرد نسخة منه. أنت ما كانش المفروض تصحى إلا بعد سنتين كمان. بيشرح له إن العالم ده كله محاكاة، مدينة جوثام بالكامل وتفاصيلها باتمان الأصلي برمجها والنسخة مثالية من الأصل. ألفريد بتوصل لبروس إنه يفضل معاه في العالم الوهمي ده عشان يعيشوا في سلام، لكن بروس اللي اتعمل عشان يبقى باتمان بيرفض يعيش في كذبة وبيشوف الإصرار في عينيه وبيفهم إن ابنه مش هيتغير، فبيديله العملة المعدنية العملاقة عشان يفتكروا بيها وبيحضنه حضن الأخير. بيسيبه يخرج للعالم الحقيقي. بروس بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه في صحراء شاسعة ميتة، مفيش جثث، كل اللي قدامه اللون البرتقاني من رمال الصحراء. بيتمشى فجأة وبيلاقي مصباح بيمسحه، ولكن الصدمة هنا بيلاقي فيها راس الجوكر عايشة وبتتكلم. الجوكر بيصرخ مين هناك؟ باتمان بيسأله ايه اللي حصل، لكن الجوكر بيكون فقد الذاكرة. وفجأة بنشوف عاصفة كهربائية شكلها ما يطمنش. الجوكر بيصرخ في باتمان وبيقوله انهم لازم يهربوا من هنا لان اي حد بيلمسها عمره بيتقدم بسرعة كبيرة لحد لما بيموت. باتمان بيعلق الجوكر في حزامه وبيبتدي يتمشى في العالم المدمر ده. بعد شوية بيوصلوا للمكان اللي المفروض يكون
الجوست سيتي، مدينة الجرين لانترن، لكنها بقت أرض خراب. الجوكر بيشرح له إن الجرين لانترنز اتمحوا من البرينيا، وإن خواتمهم وقعت على الأرض واختارت ناس إرادتهم ضعيفة لدرجة إن الخواتم هي اللي بتتحكم فيهم. فجأة بيلاقوا وحوش عملاقة، واللي بتكون عبارة عن كائنات اتعملت من الخواتم بتعبر عن إرادة صحابها. وهم بيحاولوا يهربوا بتظهر دبابة وبتخرج منها بطلة اسمها فيكس مان، ومعاها بويزن إيفي اللي بتضرب باتمان ضربة قوية وبتفقده الوعي. بعدها بفترة بروس بيفوق وبيلاقي نفسه مربوط في كهف، وقدامه مجموعة من البطلات النجاة: فيكس مان، دونا تروي، سوبر جيرل، وبويزن إيفي. وفي الآخر بتظهر وندر وومن. بروس بيسألها مين اللي قتل العالم. وندر وومن وبصوت هادي ومكسور: انت يا بروس، انت اللي قتلته. جملة وندر وومن نزلت عليه زي الصعقة. ديانا بتمشي معاه في الكهف اللي بقى ملجأ لآخر 100,000 بشر عايشين على الكوكب. ديانا بتبتدي تحكي له الحكاية المرة لنهاية العالم. بتبتدي تقول له إن كل حاجة حصلت بسبب حادثة اسمها الدوم، لكن السبب ما كانش الأشرار، السبب كان البشر نفسهم. العالم كله اختار الهلاك. الحكاية بدأت لما ليكس لوثر طلع في خطاب وقال لهم إن العالم كده كده بينتهي، وإن أفضل طريقة ننهي بيها هي الفوضى المطلقة. عرض عليهم إنهم يختاروا الهلاك. سوبرمان حاول يوقفه، لكن للأسف أغلبية البشر اختاروا إنهم يتبعوا لوثر. العالم كله تحول لغابة حرفيا. باتمان الأصلي في محاولة يائسة منه فتح أبواب قاعة العدالة للكل، على أمل إن ده يخلق نوع من الوحدة. كان بدل كده الناس هجمت على القاعة، وفي الفوضى دي باتمان الأصلي اتقتل معاه أبطال كتير تانيين. ومن قلب الفوضى دي خرج وحش شرير جديد اسمه أوميجا كان أسوأ كابوس ممكن جوثام تشوفه. بطريقة ما قدر يقتل دارك سايد نفسه، ولقى معادلة مضادة للحياة استخدمها عشان يسلب إرادة كل الفاضلين من البشر ويحولهم لأتباع ليه. الأبطال والأشرار حاولوا يوقفوه، لكن قوته كانت أكبر من أي حاجة شافوها، فاضطروا إنهم ينزلوا تحت الأرض. وهناك ألفريد فعل آخر خطة لبروس وين. جهاز بيصنع نسخة احتياطية منه، نسخة تكون لكل جيل عشان جوثام ما تفضلش من غير حامي، ودي بتكون نسخة قصتنا. ديانا بتكمل وبتقول إن في إشاعة بتقول إن كلارك لسه عايش وإنه موجود في قلعة العزلة، لكنها فقدت الأمل، وإنها عملت صفقة مع هيديس ملك العالم السفلي علشان تفتح بوابة وتاخد معاها باقي البشر يعيشوا معاها في العالم السفلي، لأن الأرض خلاص ما بقاش فيها أمان. لكن بروس بيرفض إنه يستسلم. بيقرر يلبس بدلة باتمان القديمة ويروح قلعة العزلة عشان يتأكد بنفسه إذا كان سوبرمان لسه عايش ولا لأ. القصة فجأة بترجع بينا للمشهد اللي بدأنا بيه. باتمان بيقتحم شقة جو شيل، الراجل اللي قتل أهله. باتمان بيصرخ في وشه وبيسأله عن الولد الميت وخطوط الطباشير. باتمان بيقول له إنه عمل تحليل لجثة الولد، وبيكتشف إن الولد يبقى ابن جو شيل نفسه، لكن مش بيرد عليه وبيبص له بجنون وبيقول له إن دي النهاية، العالم كله هيتحرق. بروس بيصحى من نومه على صوت الجوكر، وفجأة العاصفة الكهربائية بتقرب منهم، وبيسمعوا أصوات صراخ من جواها: ساعدنا يا بروس. بيبص بيلاقي كل اللي حملوا اسم فلاش، باري، والي ويست، بارت مدموجين في بعض وبيجروا في مكانهم، وهم اللي عاملين العاصفة دي ومش قادرين يخرجوا منها. أي حد بيقرب منهم بيموت. مشهد مرعب بيوريك قد إيه العالم ده اتدمر. بروس بيعرف إنه مش هيقدر يعمل لهم حاجة وبيكمل طريقه. وفي نفس الوقت بنشوف آخر لحظات ألفريد في العالم المجنون ده. أتباع أوميجا، سكير كرو، وبين بيلاقوه. ألفريد بيقوم بكل شجاعة ولكنهم بيتغلبوا عليه، لكن قبل ما يموت بيظهر أوميجا نفسه. بدل ما يقتلوا بوحشية بيحطوه في وهم سعيد. هو بيشوف نفسه وبينقذ عائلة وين من الموت في الليلة المشؤومة دي، وبيسيبه يموت في سلام. بعد أسابيع في الصحراء بنشوف بروس منهك، ولكنه بيتجادل مع الجوكر اللي بيطلب منه يكون روبن الجديد. وفجأة صاروخ مركبة سوبرمان بيقع من السماء جنبه، ومن وسط الحيطان بيظهر سوبرمان. كلارك بياخد بروس لمكان داخل القلعة، واللي بيكون نسخة طبق الأصل من مزرعة عيلته، لكن باتمان حاسس إن في حاجة غلط. حركات سوبرمان غريبة وكلامه أغرب. وهنا بيظهر ليكس لوثر لكنه عجوز وضعيف، وهنا بيكتشف الصدمة: سوبرمان مات من زمان، واللي قدامه ده مجرد روبوت هو اللي صنعه. لوثر بيشرح إنه كان بيحاول يعمل المستحيل باستخدام تكنولوجيا برينياك، بيحاول يسحب نسخة كلارك كينت من عالم موازي عشان يجيبوا لعالمهم المدمر ده ويديلهم أمل جديد، لكن كل مرة بيحاول الطفل بيوصل معاه، وكأن الكون نفسه بيقول مفيش أمل. باتمان بيسأله إيه اللي حصل لسوبرمان الحقيقي. لوثر بيحكي له عن أغرب مسابقة في التاريخ. هو وسوبرمان عملوا تصويت عالمي: العدالة ضد الهلاك. لو العدالة كسبت لوثر هو اللي هيموت، لو الهلاك كسب سوبرمان هو اللي هيموت. وقفوا هما الاتنين فوق أحجار كريبتونايت مستنيين النتيجة، وللأسف الهلاك هو اللي بيفوز. شظايا كريبتونايت اخترقت جسم سوبرمان ومات، لكن كلامهم بيتقطع بهجوم مفاجئ من أوميجا. قدر يوصل لهم، اخترق روبوت سوبرمان عشان يهاجمه، وبعت جيشه عشان يخلص عليهم. وهم محاصرين وعلى وشك الموت، وندر وومن بتظهر في آخر لحظة تنقذ باتمان. ليكس لوثر بيضحي بنفسه عشان يديهم فرصة إنهم يهربوا، على أمل
انه يقابل صديقه القديم سوبرمان في الاخر. وندر وومن بتاخد باتمان عبر بوابه سحريه، وهم في طريقهم لجثم باتمان بيشوف اشباح كل الابطال اللي ماتوا من ضمنهم الفريد. وهنا بروس بينهار ولأول مرة حزنا على أبوه اللي فقده. بيوصلوا جثم مصممين على إنهاء حكم أوميجا، وهما بيتسللوا بيقابلوا محكمة البوم، وبدون أي مقدمات محكمة البوم حكمت عليهم بالإعدام. لكن فجأة بيدخل واحد منهم لابس لبس مختلف، وبيكتشف إنه ديك جريسون هو اللي بقى قائد محكمة البوم، وإنهم بقوا جزء من المقاومة. كل الأبطال اللي فاضلين بقوا متجمعين في كهف باتمان اللي بقى اسمه كهف البوم. ديك بيقول لباتمان إنهم خسروا خلاص، وإن أوميجا على وشك إنه يطلق موجة جديدة من المعادلة المضادة للحياة واللي هتسيطر على الكوكب كله. لكن باتمان النسخة دي بيرفض إنه يستسلم، وبيقول خطاب ملهم بيشجع بيه كل اللي في الكهف، وبيقول لهم إنه ممكن يكون مجرد نسخة، لكنه لسه عنده إرادة باتمان، الإرادة اللي عمرها ما بتتكسر. بيحط خطة أخيرة، ديانا هتقود فريق لمصحة أركام عشان تدمر معزز الإشارة، وهو هيروح برج وين عشان يوقف أوميجا. المعركة الأخيرة بتبدأ. فريق ديانا بيوصل للمعزز، واللي بيكتشفوا إنه مش جاهز، ده مارشال مان هانتر. ديانا بتحاول توصله لكنه بيكون مسلوب الإرادة. بيبص لديانا نظرة حقد، وبيواجهوا بعض. في نفس الوقت ده باتمان والجوكر بيوصلوا قمة البرج، وبيفحصوا الغرفة وبيبصوا لكل واحدة من التذكارات الناس اللي ماتت على ايد اوميجا بدون رحم. باتمان بيسأل الجوكر ايه اللي ممكن يكون حصل للراجل ده يخليه بالوحشية دي. فجأة بيتهاجموا بضربة قاضية بتفقدهم الوعي. بعد فترة بروس بيفوق وهو مربوط في كرسي، وأوميجا بيظهر من العدم. بيعرف نفسه لبروس، وبعدها بياخده لزنزانة التعذيب. أوميجا بيبص لبروس وبيقوله إنه نسخة طبق الأصل من بروس وين الشاب، وكأنهم واحد بدون جروح أو ندوب، صفحة نظيفة ممكن يتعاد كتابتها. أوميجا بيستخدم كرسي موبيوس المعاد توجيهه عشان يبرمج عقل بروس ويخليه يطيعه. الجوكر بيحاول يهاجم أوميجا بعد ما استعاد وعيه، ولكن أوميجا بيتصدله بكل سهولة. أوميجا بيشيل قناعه، وهنا بنكتشف المفاجأة، أوميجا في الحقيقة كان بروس وين الأصلي كل الوقت ده. بروس بيصرخ وبيقول له إنه هيوقفه، لكن بروس الأصلي بيقول له كل اللي حصل ده من ساعة ما صحى كان جزء من خطته عشان يجيبه هنا. عايز ينقل عقله لجسد النسخة الشابة ده عشان يحكم للأبد. أوميجا بعدها بيسيبه عشان يشغل المعادلة المضادة، وبروس حاسس باليأس والهزيمة لحد لما الجوكر أخيرا بيفتكر إيه اللي عمله في باتمان. بيقول له قبل العالم ما ينتهي هو عمل له قضية، لغز عمله مخصوص ليه، كل حاجة ليها علاقة بخطوط الطباشير وجوشيل والولد الميت، وقصة عملية توماس وين الفشل اللي بسببها مات ابن جوشيل. عشان كده جوشيل انتقم لموت ابنه، وعشان كده قتل أبو وأم بروس وين. كل ده كان من صنع الجوكر، وهو حط فيها باتمان عشان تبقى آخر قضية ليه كأعظم محقق في العالم. حتى لما باتمان ما قدرش يحل القضية وكان فاكر إن أبوه قتل طفل صغير، ده ما غيروش، كان لسه عنده إيمان في الناس، وإن الراجل اللي مسمي نفسه أوميجا ده مش باتمان. الجوكر بيقول لبروس انت باتمان الحقيقي. الكلام ده بيدي بروس القوة، وبيستخدم العملة اللي ألفريد اداها له وبيتحرر بيها. نرجع لفريق ديانا اللي اتبقى من الأبطال، وبيحاولوا يفضلوا على قيد الحياة مع أعداء باتمان الأخطر على الإطلاق بين سكير كرو. أوميجا بيدي الإذن بقتلهم كلهم، ولكن هما بيعملوا كده باتمان بيروح لأوميجا مستعد يواجهه للمرة التانية. الاتنين بيجروا على بعض وبيضربوا بعض لكمات متتالية. أوميجا بيقول لبروس إنه عمره ما نسى اللي الناس حاولوا يعملوه فيه، الناس اللي حاول يساعدهم بعد ما مات سوبرمان. كانوا بيهتفوا لما عظمه بيتكسر، أو لما طفلة حاولت تحرقه 6 مرات قبل ما تنجح أخيرا. بيضرب بروس ضربات متتالية، ومع كل ضربة بيحاول يقنعه إنه يبقى في صف. كان بعد القتال بيقتنع إن بروس عمره ما هيتراجع. أوميجا بيمسك الرمح اللي عليه راس دارك سايد وبيغرسه في صدره، وبيقول له إنه هيبقى رمز لكل حاجة لازم تموت عشان يتولد عالم جديد. بنروح لفريق ديانا. نايت وينج بيقع تحت تأثير سم سكير كرو، وديانا بتقع على الأرض، ومان هانت بيعزز المعادلة المضادة للحياة وبيوجهها للعالم. أوميجا بيحتفل بالعالم الجديد اللي هيتولد دلوقتي، عالم مفيهوش غضب أو حزن أو ألم. كل ده قبل ما ياخد ضربة على راسه. ديانا بتحاول توقف مان هانت وبتواجهه للمرة التانية، بينما باتمان بيسترجع قوته ومستعد إنه يواجه أوميجا للمرة الأخيرة. أوميجا بيقول لبروس إن العالم هيموت نفسه في النهاية، وإنهم محتاجين حد يقودهم. باتمان بيرد وبيقول لأ، البشر أحرار في اختياراتهم، أنا مش مميز، أنا مجرد خفاش وسط عاصفة من الخفافيش، وده اللي بيخليني باتمان. وبيطعن أوميجا في رقبته. وهو بيموت أوميجا بيقول إنه عمل كل ده علشانها. باتمان بيرد لأ، أنت عملت ده عشان نسيت أنت مين، نسيت مين هو باتمان. أوميجا بيتفرج على العالم اللي بيحاول يصنعه وهو بيتلاشى، وأخيرا الكابوس بينتهي والعالم بيبتدي يتعافى. عائلة باتمان أخيرا في حالة من الأمن، مستعدين لأي شيء. هنا بنشوف صاروخ بيقع من السماء، صاروخ بإمكانيات غريبة بيفتحوه. هنا بنشوف طفل سليم عيونه زرقاء، والعالم أخيرا بيطلع من الجحيم للأمل. وهنا بتنتهي قصته. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان اللايك بيساعد، ولو عندك اي تعليق ما تنساش تقوله كومنتات. في النهاية حابب اقول جاست كده بيس.